لا حديث في العالم في 48 ساعة الأخيرة إلا عن صفقة العمر، الصفقة الغير مسبوقة، الصفقة التي ستخلق واحد الرواج كبير في كرة القدم السعودية. الأمر يتعلق بأسطورة كرة القدم العالمية البرتغالي كريستيانو رونالدو في سن 37 رسميا يوقع لفريق النصر السعودي لسنتين ونصف بمبلغ يمكن نقول فلكي 500 مليون دولار وامتيازات اخرى. فريق النصر السعودي واحد من الفرق الكبيره في كره القدم السعوديه والعربيه والاسيويه، وفريق اللي كيضم مجموعه من اللاعبين دوليين ويحظى بشعبيه جارفه الى جانب فريق الهلال السعودي وفرق اخرى ذات صيت كبير. هذه الصفقه الكثيرون تسالوا لانه لماذا بالضبط في هذا الخليف الرياضي للاعب رونالدو يتم استخدامه بهذا المبلغ الكبير. وهم من يتوقع بان رونالدو في خلفه الرياضي رجل رياضي بمعنى الكلمه، لا زال في كامل لياقته البدنيه، وهذا الحفوه الكبيره التي استقبل بها من طرف مناصري الفريق ومسؤولي الفريق رجع كرة القدم السعوديه تنفتح مستقبلا على واحد مجموعه من النجوم، ومن يدري قد نرى غدا ميسي مودريتش راموس وغير من الاساطير يمكن يجعلوا من الدوري السعودي واحد من اقوى دوريات كرة القدم في الثلاث او اربع سنوات القادمه على المستوى العالمي. هذه الصفقه بطبيعه الحال خلقت واحد الجدل كبير. حتى في 2015 كان تطرح سؤال على رونالدو هل بامكانك ان تنهي مسيرتك الرياضيه في يوم ما بالخليج العربي؟ استبعد الفكره، ولكن ربما لم يكن يتوقع بانه غادي يشهد الاندحار الرياضي ان صح التعبير، على اعتبار انه كاس العالم مع المدرب سانتوس ما كانش كيعول عليه، عنده مشاكل كبيره مع فريق مانشستر اللي خاف مع المجد الرياضي فيما مضى، وكي لما رجع ارتكب غلطه العمر. هذا اللي جعلو ما يترددش ولو لحظه واحده، لانه رجع له كبرياءه رجعت له هيبته الكرويه، واصبح انه وحظى بواحد استقبال كبير جدا من طرف الاشقاء السعوديين. رونالدو شهد بانه يعلم جيدا ان الجماهير كره القدم العربيه تتعاطف معه كثيرا، عنده مناصر وكثر، وخير دليل ما الطريقه التي استقبل بها في اخر كاس عالميه بشقيقه قطر التي تفوقت في بتنظيم كاس العالم على جميع المستويات والقصيده. هذه مجموعه من الامور تخلي رونالدو اللي بطبيعه الحال كيجي كثير بلادنا ومدينه مراكش وعنده زملاء كبيره مع مجموعه من الفنانين والرياضيين المشاهير المغاربه، هذا كيجعلوه كيتعاطف مع كره القدم العربيه، حتى انه فيما مضى باع حذاءه الذهبي تقريبا بمبلغ كبير جدا لمساعده الاطفال واليتامى وخاصه اطفال فلسطين. الان رسميا رونالدو بفريق النصر السعودي، وبالتاكيد القنوات الاعلاميه من الان تطلب ود نقل لقاءات فريق النصر في الدوري السعودي، لانها تعرف بان هذه الصفقه عندما تمت فهي تزين ذهبا. ونذكر انه حتى الاقمصه الرياضيه في ظرف تقريبا 48 ساعه 2 مليون من البدايه الرياضيه اللي كتحمل اسم ورقم رونالدو بيعت بالكامل ودرت تقريبا 63 مليون دولار كعائدات. تصور مع هذا الرقم والارقام ستوصل لعينين السماء، على اعتبار هذه الصفقه المدويه بامكانها ان تعطي واحد الدفعه كبيره لكره القدم السعوديه. بطبيعه الحال كريستيانو رونالدو حقق كل شيء الا كاس العالم، دا 5 مرات احسن في العالم، دا الوسطات دا، ولكن الهداف التاريخي لكل الازمنه لعصبه الابطال وكذلك للمنتخب البرتغالي فقط كان كيقصد كاس العالم، ولا اعتقد انه سيلعب كاس العالم قادمه، لانه حين غيكون عنده من العمر 41 سنه الان، وانه غادي يتم مسيرته المجد الرياضي لهذه الاسطوره المتواصله. ونذكر انه الاساطير الاخرون سبقوا رونالدو الامارات العربيه المتحده والقطر والاستراليا اللي هي تابعه كرويا لاسيا. نذكر فقط للذاكره مشاهير كثر مروا من هنا، ديل بيرو الايطالي، هناك كذلك غوارديولا الاسطوري الاسباني، هناك ديسايي، باتيستوتا هداف تاريخي للارجنتين، راؤول اسطوره ريال مدريد، كثير من اللاعبين اللي خلاو البصمه، منهم كذلك ديسايي وكزافي وانيستا اللي مشى لليابان، والان جاء الدور هذا 10 اسطوره 10 نجم كروي يحطوا الرحال بالخليج العربي. هو الامر يتعلق برونالدو سنرى ماذا سيحدث كعطاء وماذا سيخرج كضجه كرويه في الدوري السعودي الذي لا احد ينكر انه واحد من افضل الدوريات على المستوى العربي والاسيوي.